اتحرك، جرب هنا جرب هنا. التجارب دي تخلق عندك معرفه تراكميه هتستفيد بيها بعدين. صحيح. يعني انا لما شركه الامارات دي كلمتني، انا كنت عملت حاجات كتير وانا بعملها ما كنتش اعرف ان ليها فايده. يعني كنت بكتب مقالات لبرامج معينه، كان مثلا الناس اللي عندهم مشاريع تطوعيه اعمل لنا صفحه السوشيال ميديا بعمل لهم، الناس اللي عندهم مواقع اعمل لنا خطه محتوى كامله بعمل لهم. لما جيت قعدت بقى مع الشركه الاماراتيه وريتهم كل الحاجات دي. فرصيد الخبرات ده هو محتاجين حد جاهز دلوقتي. يس. خلاني رغم ان انا ما عنديش رصيد خبره مثبت في الحته اللي هي يعني لا اللي هم يعني عايزينك فيها، ما عنديش ريكورد ما عنديش ريكورد اكسبيرينس. انت اشتغلت أوكي. في شركه وبعد كده قعدت شركه وبعد كده بس عندي رصيد خبرات متراكم تجارب من مشاريع مختلفة. وتجارب اشتغلت عليها. حلو. فقالوا لي خلاص احنا بنأسس محتوى، بنأسس قسم المحتوى الخليجي، وعندنا شركات وعملاء في الخليج، عايزينك تيجي انت هتبقى مسؤول عن خلجانة المحتوى إذا جاز التعبير. اوكي، انت تحول المحتوى لشيء خليجي. لشيء خليجي. مثلا عندنا محتوى بالإنجليزي، انت تكتب النسخة الخليجية منه.